بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أهلا بيكم في قناة مهندس كورة، كورة بدماغ مختلفة. أول فيديو لينا في القناة وبإذن الله مش آخر فيديو، هو فيديو ماتش الزمالك والإسماعيلي في الجولة السابعة من الدوري المصري موسم 2025-2026. الماتش بيتلعب على ملعب استاد هيئة قناة السويس بصافرة تحكيمية للكابتن أمين عمر. الزمالك بيبدأ بمحمد صبحي في حراسة المرمى قدامه 4-2-3-1، حسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل قلبين دفاع، على يمينهم عمر جابر وعلى شمالهم محمود بن تايج، قدامهم على الدايرة نبيل عماد دونجا ومان اوف زمالك عبد الله السعيد. خط الهجوم على اليمين خوان بزيرة وعلى الشمال آدم قايد، بينهم ناصر ماهر تحت مهاجم وحيد عدي الدباغ. صبحي اللي ثبت نفسه مع فريرة، اللي في اعتقادي إن أهم ميزة عجباه في صبحي إنه بعد أي تصدي بيقوم يقف ويلعب المرتدة السريعة. بالمناسبة اللقطة دي كانت بعد تسجيل الزمالك للهدف الأول، يعني لو خد الكورة ونام على الأرض محدش هيقوله أنت بتعمل إيه. لوهلة كده محمد إسماعيل فكرني بحمزة المسلوسي اللي بالمناسبة واخد نفس رقمه، بس تحس كده إسماعيل على أطيب شوية. محتاج تركز أكتر يا إسماعيل عشان عندك الونش اللي المفروض حاجز مكانه، وعندك كمان صلاح مصدق. أنا مش قادر أفهم ليه واحد زي صلاح مصدق ده قاعد دكة أصلا، لعيب كواليتي عالية جدا. لما تشوف لقطة زي دي تعرف قد إيه المدافع ده دمه تقيل قوي على أي حد بيلعب عليه. أتمنى أشوف الزمالك بظاهرين مغربيين بنتايج ومصدق، وبقول كده لأن أستاذ فيريرا مش حاطط الباك اليمين الكيني بارون أوشينج على الدكة، فمع إصابة عمر جابر وخروجه ظهر إنه معتمد على صلاح مصدق في الحتة دي. بيزيرا على الرغم من أدائه الأقل من الماتشات اللي فاتت إلا إنه هيفضل برازيلي. تحركه في لقطة ضربة الجزاء أكبر دونجا يلعب له الريسكي باص عشان يدبس مدافع الإسماعيلي في بنالتي واضحة وضوح الشمس، بيحسبها أمين عمر بعد العودة للفار. بيزيرا اللي بعد ما ضيع كورتين سهلين جدا في الشوط الأول والمرمى فاضي تحسه كش كده وبعد عن منطقة الجزاء، لكن ده ما منعهوش يدينا كام لمحة برازيلية كده تعرفنا إنه فارق عن باقي لعيبة الدوري. بيزيرا جاي الدوري منفجر وتحسه كده جعان كورة، لكن توقعي إنه على نص الموسم كده مستواه هيقل لما يكتشف إن الموضوع سهل يعني ومش محتاج أبقى برازيلي قوي وأنا بلعب على كابتن حسين مارسيلو وكابتن كوكا، فيا إما مستواه هيقل يا إما مش هيكمل الموسم أصلا من كتر الضرب اللي بتضربه. دونجا على الرغم من أدائه المتوازن الموسم ده اللي أحسن بمراحل من الموسم اللي فات، لكن تحسه كده بيتلكك عشان يعمل كارثة، اللي هو أنا عايز أظهر في الكاميرا وخلاص. ناصر ماهر بطل تتنك على الكورة وطلع الكورة من رجلك وانت راضي عنها لوجه الله. آدم قايد انت محتاج تحلق. لا خلاص كده انت عايز نتكلم. طب بعيدا عن اي حاجة انا مش فاهم ايه اصرارك انك تقف قدام رميات التماس اللي بتتلعب علينا، طويل انت قوي يعني. آدم انت نفسك بيخلص بعد الدقيقة 60، يا ريت تنزل تجري بعد الظهر مع عبد الله السعيد. فيريرا بيطمن للماتش بعد عدم ظهور اي نية من لاعبي الاسماعيلي انهم يرجعوا في الماتش، اللهم الا بعض المحاولات البائسة من نادر فرج ابرز لاعبي الفريق وخطاري بعد ما نزل، فبيعمل 3 تبديلات: فتوح مكان بنتايج، حمدي مكان ناصر ماهر، ومعالي مكان دونجا، عشان يخلق بنفسه فجوة كبيرة في نص الملعب اللي ما كانش فيه غير عبد الله وحمدي، الاتنين اللي على طول بيزيدوا لقدام، وده خلى الاسماعيلي يبدأ يمسك كورة ويعمل عليك هجمات منظمة من بعد التبديلات، عشان دونجا يطلع لي في خيالي في كل لقطة منهم العسل المر. عبد الله السعيد يا ريت تكون فهمت انا قصدي ايه. عبد الله في كل مكان في الملعب وبيدخل في التحامات لعيبه في نص عمره بيتجنبوها،
لحد ما جاب اخره في اخر ثواني في الماتش قدام خطاري النشيط اللي لسه نازل، ومع ذلك استحق لقب رجل المباراة بكل جدارة. عدي الدباغ، في حاجة غلط، في تقل غير مبرر، في ضغوطات انت حاططها على نفسك، ولكن في لحظة تجلي بيضغط على المدافع، بيفتح له الزاوية وبيقول له روح فراح، وبعدين قال له معلش الدنيا صعبة ومحدش فيها مرتاح، يخطف منه الكورة وبفينش ولا أروع يحرز تاني أهدافه في الدوري. وفي تبديل كلاسيكي اتعودنا عليه، يخرج عدي في الدقيقة 82، ينزل مكانه ناصر منسي اللي في أقل وقت ممكن كان بإمكانه يسجل هدفين. الخلاصة، هدفين الزمالك من أخطاء دفاعية وتجليات فردية من اللعيبة. ملعوبة يا كابتن فريرة.